السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد. اليوم راح أقدم لكم مباراة السوبر الأوروبي، المباراة اللي كلنا كنا منتظرينها، لكن كنا عارفين إن الريال راح يفوز، لكن مش بسهولة. المباراة انتهت ب3-2 بفوز الريال على إشبيليا في السوبر الأوروبي. نبدأ الحلقة. في البداية راح أتكلم عن رجل ال11، رجل ال11 هو اللي أنقذ الفريق في نهاية المباراة. أعتقد بأنه راموس هو اللي دائما يكون المنقذ، وهو اللي دائما يكون اللاعب الجحفلي. فأعتقد بأنه راموس كان جدا ممتاز من ناحية الرأسيات، وكان يبي يسجل هدف آخر يفوز الفريق، لكن كان الحكم قراره كان بأنه شد اللاعب فألغي الهدف الثالث اللي كان المفروض يتسجل هدف. ريال مدريد كان أو يعني المباراة عامة في بداية الشوط الأول إلى الدقيقة 70 كانت المباراة ما فيها أي إثارة. بعد الدقيقة 70 المباراة بدأت تحمل، المباراة بدأت تصير حلوة يعني، وكانت في فرص من الطرفين. فأعتقد بأن المباراة في بداية يعني المباراة كانت في البداية مو حلوة أبدا، أو ما كانت في فرص. الفريقين كانوا يلعبوا بحذر، خاصة بعد هدف الجميل من اللاعب الصغير في السن. بعد ما سجل الهدف الجميع كان يحذر، ريال مدريد كان يحذر بأنه يتسجل عليه هدف التعادل، وإشبيليا كان يحذر بأنه يتسجل عليه هدف ثاني ويخلص المباراة. فأعتقد بأنه الإثارة بدأت بعد الدقيقة 70، وإشبيليا كان ممتاز من ناحية العودة إلى المباراة وسجل هدفين. هدف كونوبليانكا بركلة الترجيح أو ركلة الجزاء اللي تسبب فيها راموس، وراموس يرجع يعيد يعني راموس صحح غلطته بهدف الراس اللي أنقذ فريقه من الخسارة وعشان يفوزوا بكأس السوبر. هذا بالنسبة للمباراة. بالنسبة لأداء اللعيبة في المباراة، أعتقد بأنه أفضل لعيبة كانوا في المباراة بالنسبة لإشبيليا هو كونوبليانكا وفيتولو. هدول اللعيبة كانوا ممتازين من ناحية الهجوم، وكانوا ممتازين من ناحية الهروب من رقابة المدافعين والسرعة. أما بالنسبة لريال مدريد، اللاعبين الممتازين كانوا وكارفخال أو بنزيما، لأنه بنزيما كان يحاول بأنه يخطف أي كورة تجي خطأ من الخصم ويسجلها هدف، لكن كان يبي يسجل بعض الأهداف اللي ضيعها، ولكن لم ينجح بذلك. لكن أعتقد بأنه بنزيما حيكون هو الأساس البديل، أو البديل راح يكون موراتا، لأنه بنزيما مستحيل يعني يكون كبديل ويكون الأساسي موراتا، لأنه موراتا لازم يبغاله وقت عشان يقنع طبعا زيدان عشان يخليه أساسي. فأعتقد بأنه بنزيما أبدع اليوم، هو البديل طبعا هو البديل، لكن كان يسجل بعض الأهداف أو ضيع بعض الأهداف اللي أتت خطأ من الخصم، وأيضا كانت في كور منه حلوة ومن ناحية التمريرات والتسديدات. طبعا هذا كان مدعينا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم أخوكم محمد، والسلام.